اوعى تستثمر في اي مشروع في العاصمة الادارية الجديدة الا مع شركة ليها سابقة اعمال في العاصمة نفسها. وبالمناسبة دي بكلمك عن رابع مشروع لشركة جولدن تاون في العاصمة الادارية الجديدة، اورو تاور. وده طبعا بعد نجاح اخر 3 مشروعات ليهم في العاصمة الادارية الجديدة، كاسكادا، ذا فورت، واهمهم دينيرو تاورز. ولو بنتكلم عن شركه صاحبه المشروع شركه بقوه جولدن تاون، فطبيعي ان هي تجيب استشاري بقوه ارت لاين جروب. طيب لو قلت لي مين ارت لاين جروب في العاصمه، عملت ايه قبل كده؟ عملت 2 بروجكت من اقوى البروجكتس الموجوده في افريقيا كلها. ثالث اعلى ناطح السحاب في افريقيا نايل بزنس سيتي، وعملت اي بزنس بورك، هو واحد الداون تاون التابع لشركه ارقام. فالفرصه النهارده مع شركه جولدن تاون ان احنا نقدر نشتري محل تجاري او مكتب اداري او وحده فندقيه من وجهه نظري فيري يونيك. طيب ليه فيري يونيك؟ لان هي قدام بالظبط منطقه التنزه والتسوق. منطقه التنزه والتسوق اللي ما يعرفش من حضراتكم، هي المنطقه الوحيده اللي متخصصه تجاري في العاصمه كلها، في قلب الداون تاون، اكبر تكتل تجاري واداري وطبي وفندقي في الشرق الاوسط كله. فالمشروع ده هو اكبر مشروع كوميرشال موجود بجوار منطقه التنزه والتسوق، وفي نفس الوقت الاداري والفندقي بتاعه شايف فندق الماسة والبرج الايقوني رؤية صريحة، لان كل اللي قدامه ارضي و5 وارضي و3، وهو ارضي و14 دور. ده غير ان هو بجانب محور الشركات والمثلث الخدمي والال ار تي. واللي احب اقوله لك وبكل فخر ان في شراكه بيننا كشركه اي ار جي وشركه جولدن تاون، وبالبارتنرشيب اللي بيننا وبين شركه جولدن تاون نقدر نوصلك لاعلى قيمه مقابل سعر في الوحدات الموجوده كلها. لو حاببني اختار لك اميز وحده مطروحه دلوقتي مناسبه ليك، سواء محل تجاري او مكتب اداري او وحده فندقيه، كلمني على الرقم موجود قدامك على الشاشه على الواتساب، ونعمل لك انا وكل الاستشاريين المعتمدين من شركه اي ار جي دراسه جدوى بخبره على ارض الواقع، نقدر بيها نحدد لك هتدفع كام النهارده وتكسب كام بكره، وامتى نقطه التعادل اللي هيتساوى فيها اللي احنا بندفعه من قسط والمدخول بتاعنا من الايجار. كلمني دلوقتي على الرقم موجود قدامك على الشاشه على الواتساب او بالتليفون، وانا هوصلك وانت مطمن لاميز وانسب وحده بالنسبه لك بخدمه مجانيه بنسبه 100%. دمتم مستثمرين ناجحين. شكرا لكم.